السلام عليكم. اتحداك لو شايف نفسك عارف انجليزي تجيب لي معنى الثلاث كلمات دول، ولو عرفت سيبه لنا في الكومنتس وليك مني هديه هتعجبك. I'm broke, I'm down, that's sick. هسيبك ثانيتين تفكر لو عارفهم بجد، مش تروح تبحث لي على النت، بجد من دماغك فعلا سيبه لنا في الكومنتس وليك مني هديه هتعجبك لو جبتهم صح. لو مش عارفهم واول مره تشوفنا تابع معانا لايك سبسكرايب وتابع معايا الفيديو تشوف وتعرف المعنى وتتعلم حاجه جديده تخليك تتكلم زي النيتيفز وبدون تضييع وقت. يلا بينا. كالغيث كن املا وجد من دون مقياس. الاولى امبرو، متكسر متدغدغ. هل زي ما كل الناس بتترجمها؟ لا، انا مفلس، مش لاقي اكل، معيش فلوس، مفلس دلوقتي، الدنيا بايظه، قحط، الحاله صعبه جدا. فواحد مثلا بيستلف منك فلوس او بيطلب منك فلوس فبتقول له sorry bro I'm broke this month I have no money sorry. تاني واحده I'm down no انا تحت. لا، دي لها كذا معنى على حسب حتى السياق. الاول مثلا لما حد يعرض عليك يقول لك ايه we're going out tonight، ايه رايك نخرج النهارده؟ فتقول له ايه I'm down، معاك يا رجاله يلا بينا. طب الثاني تقول مثلا I feel sad no I feel down tonight، حاسس ان انا محبط زعلان حزين، وده المعنى الثاني. ثالث واحده that's sick، دي لها كذا معنى على حسب حتى السياق. مريض تعبان، هنا معناها حاجه وحشه قوي، يعني لدرجه انها تمرضك، يعني حاجه مش عاجباك مش على ذوقك لدرجه انها تمرضك. That car is sick man، العربيه دي يعني تخليك عايز تطلع اللي في بطنك وانت كده اصلا صايم والحاله صعبه، بس برضه عايز تطلع اللي في بطنك احشائك بقى ولا حاجه، فالموضوع مقرف لدرجه ان هي مش عاجباك. فدي صيغه اخرى لانك تقول it's bad ده وحش قوي، لا that's sick. هنا جايه في السياق العامي في اللغه الدارجه ما بين النيتيفز ان دي حاجه جميله زياده عن اللازم. It's very beautiful، لا مش جميله قوي. That's sick، انت شفت عربيه واحد المفروض طبعا تقول بسم الله ما شاء الله ثم تقول That's sick man your car is very sick، عربيتك تحفه روعه عظميته حاجه ما فيش بعد كده. وده كان فيديو النهارده، لو عجبك ما تنساش اللايك والشير وقول لنا في الكومنتس كنت عارف كام واحده بمجهودك، ولو ما كنتش عارف اديك استفدت 3 كلمات هيقابلوك في الافلام هيقابلوك في اللغه العاميه هتستخدمهم في اللغه الدارجه. وتابع معانا يصلك كل جديد. هذا والسلام.